ترى ايه علاقة اللي بيحصل دلوقتي في قصر ريم بالسعودية بتوقعات ميا صبحي زمان؟ في دلوقتي قصة منتشرة في السعودية بخصوص قصر ريم، وهي قصة فتاة سعودية بتقول ان القصة ديت حصلت لها من حوالي 6 سنين متعلقة بقصر ريم. البنوتة بتحكي قصتها وبتقول ان هي لما كانت في ثانوية عامة كان في ولد معاها في الفصل، كان دايما بيقول ان هو ساكن داخل قصر ريم. وطبعا هما ما كانوش بيصدقوه او بيقولوا اكيد بيحور ببساطة، لان معروف ان القصر ده مهجور مفيهوش سكان اصلا، ده غير طبعا القصص اللي مش ولا بد اللي بتحصل حوالين القصر ده، فصعب اصلا ان حد يبقى ساكن فيه او ان هو حتى يعدي من قدام، فكانوا بيطنشوه او بياخدوه على قد عقله او الكلام ده. بس البنوتة بتقول ان الولد ده كان غريب شوية. كانت اغرب حاجة فيه ان هو ما كانش بيلبس اليونيفورم بتاع المدرسة، كان بيلبس دايما طقم خروج، ولكن ما كانش بيلبس غير طقم واحد بس، وكان باين قوي ان هو مش بيقلع الطقم ده او مش بيغيره، وده طبعا بسبب الريحة. رغم ان هو كان اضحوكة الفصل كله، طبعا كله بيتريق عليه، على مظهره، على ريحته، على لبسه، على كلامه المجنون، الا ان هو كان ثابت على مبدأه. ده غير ان هو كان نوعا ما نظراته كانت بتبقى مخيفة شوية، وكلامه كان بيبقى غريب، وكان دايما بيقول لاصحابه في الفصل ان انتوا لو احتجتوني في اي وقت مش مطلوب منكم غير ان انتوا تقولوا اسمي 3 مرات وهتلاقوني جيت على طول. البنوتة بتكمل قصتها وبتقول ان هما طبعا كانوا بيتجاهلوه، محدش كان بيحب ان هو يبقى موجود معاه او ان هو يصاحبه او ان هما يعزموه على اي مناسبة. في يوم من الايام كانت البنوتة متجمعة عند صحابها البنات في بيت واحدة صاحبتها، وكانوا قاعدين في الأوضة كبنات بقى عمالين يتكلموا ويهزروا وينموا على أصحابهم اللي معاهم في الفصل، وجه سيرة الولد ده. فهم بيتكلموا عن الولد ده في قعدة البنات وبينموا عليه وكده، اسم الولد اتذكر على لسان إحدى البنات 3 مرات وهي قاعدة عمالة تتكلم عليه. فبعديها بأقل من 10 دقايق كده سمعوا صوت باب الشقة وهو بيترزع، زي ما يكون حد دخل وقفله بقوة شديدة قوي. والمفروض ان البنات كانوا لوحديهم في الشقة في الأوضة، ومحدش بره ولا في الريسبشن ولا في أي حتة. فطبعا اتخضوا وطلعوا يشوفوا مين بالظبط اللي دخل. بمجرد ما طلعوا لقوا الشاب ده واقف في نص في الصالة، فطبعا كلهم اتخضوا ويقولوا انت بتعمل ايه هنا؟ فراح رد عليهم وقال لهم انا استدعيت